السلام عليكم احبابي، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير دائما ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في هذه القصه اللي فيها فائده كبيره لاي مراه اللي كدير واحد الخطا اللي هو خايب يعني مع الراجل. واحد الخطا ما كتردلوش البال وهو كيدمر الراجل. نتمنى اي وحده ترات هذه القصه فيها معلومه صراحه كتفيد بزاف. ونبداو على بركه الله. انا هنا نبدا لكم من الطفوله ديالي كانت عاديه كاي اسره مغربيه ما بين خوتي والام والاب ديالي. كنت انا هي متوسطه ما بين خوتي عايشين على خير وبخير. كتكون مشاكل ولكن عاديه كاي متزوجين كاي اسره. الحمد لله قريت هو هذاك حليت واحد المكتبه. تقدم لي واحد ولد الناس اللي كان له عمره 7. نعاودكم على الملاقيه ديالي انا والزوج ديالي. الزوج ديالي تعرفت عليه كان كيتسخر لخوتو ملي كانوا كيكونوا في الدخول المدرسي ولا بغاو شي حاجه. كان كيتسخر من عندي من المكتبه الكتوبه ديال خوتو وداكشي. وكان عاد كيجيب معاه واحد بنت اختو حتى هي صغيره، وديك بنت اختو كانت ملي كيجيبها كتدخل عندي ترداخل ما كنهضرش معاها كنضحك معاها وشاف المعامله ديالي مزيانه. انا داخله سوق راسي وكنت واحد النوع ضحوكي انايا. صافي بقى كيتاخر من عندي. انا كنت قريبه ديك الحال يعني الموقع فين كاين المشروع ديالي كان حدا الدار ديالو. صافي بقى كيتاخر من عندي واحد النهار طلب لي النمره وقال لي شوف انا نويتك في الحلال وداكشي يعني تكون غير تعارف باش نتقدم للدار ديالكم. صافي تعرفنا على بعضياتنا في التليفون بقينا كنهضروا تفاهمنا على كل شيء. كان هو انسان نشيطي وضحوكي وكذلك حتى انا كنت انسانه نشيطيه وضحوكيه وعزيز عليا الملاغه. صافي تقدم لي تزوجنا انا وياه. صراحه كان ونعم الزوج ظريف بزاف ومالح وضحوكي ونشوطي وكذلك انا كان عزيز عليا الضحك. مشات الامور هي هذيك. ولدت معاه 3 الوليدات تبارك الله وبنيته وحده والامور مشات على خير وبخير. عشنا مزيانين كان ظريف كان ولد الناس كان حنين. بداو يكبروا لي وليداتي قريتهم ربيناهم انا وياها باحسن ما يكون. كان اب صراحه مزيان حنين كيتعامل مع وليداتو كيجمع معاهم كيهضر معاهم عايشين مستقرين. واخا كتكون مشاكل راه ماشي شي مشاكل عاديه بحال اي جوج كيتناقشوا كيرجعوا لبعضياتهم مره وصافي. اما ديك ديال غضبت ومشيت للدار ديالنا وهنا جيت وهو ضربني وهو دار لي وداك المشاكل كبيره الحمد لله ما كانت عندي. دازت الايام وخوتي كلهم كانوا مزوجين. الا اختي الصغيره كانت باقا ما تزوجت. تقدم لها واحد السيد. هو هذاك داروا الخطيبه داروا الملاك. هاد السيد اللي تزوجت به اختي كان داك النوع مسك عليه الله ما خصو حتى خير وهي بخير عليه لاباس عليه. هاد السيد كان ملي كيجي مثلا للدار ديالنا كيجيب الكادوات لكل شيء الام ديالي الاب ديالي لخوتي هاك صار ديال اختك هاك. يجيب لها الكادوات يجيب لها الريحات يديها تشري اللي بغات يصفرها كل مره فين مصفرها يديها المطاعم تاكل. وكان واحد الانسان اللي هو سخي ومزيان الله يبارك له في حياته. واحد النهار وحنا مجموعين الدار ديالنا خوتي حنا البنات وكان معنا راجلي جالس مع الرجال وحنا حدا ماشي بعاد على بعضياتنا. المهم مجمعين عائله ومجمعين هكايا مجمعين وطاحت اختي كتعاود على حياتها مع راجلها. هو سافرنا انا وياه بلاصه فلانيه وشو الذهب اللي شرالي هذا مسكينه كتعاود السيده على ريتها كتعاود لخواتاتها ماشي شي واحد براني. يعني وحده اللي كتعاود لخواتاتها راه كتفرح هذيك بحال كتعاود نفسها. طبعا خوتها يفرحوا لها وانا كنت داك الانسان اللي ضحوكيه بزاف وهنا غلطت واحد الغلط اللي كبير وما حسيتي. بقات كتهضر بحال هكا كتعاودنا شنو وقع لها شنو كيدير لها راجلها وانا نطلقها بالضحكه كا قلنا واش حنايا اذا بغينا نمشيو نسافروا خاصنا نشدوا براده ونبقى نجمعوا فيها باش لا بغينا نسافروا. اما اذا نوينا السفر خصنا شهر وحنا بلانيو ليه ونرغبوا ونزوقوا وكنضحك. اما واحد الكادو شوفناه غير في الايام الاولى في العراس ما كنشوفوه مره لا دخل علينا
التقضيه راه عندنا هما هذاك الكادو كا لا دا كدا كدا، وكنتبلا وكنضحك. هو الوجه ديال الراجل دائما بشوش ومبتسم وكيضحك. فواحد اللحظه كنضحك وديك الشيء جاني بلاغه عادي، وانا ندور وانا نلقى راجلي في واحد الصوره مزير وكاتب على نفسه، وكندور كنلقى كلشي كيشوف فيا. واحد اللحظه معايا كنت مقابله الجميله كنطيب في الكوزينه، وانا نوض نمشي الكوزينه وهي تبعني اختي، وتبعتني الام ديالي، وتبعني خاي، وما يقولوا لي تي شنو كتقولي. قلت لهم انا كنضحك، تي شنو كتقولي والراجل كاين وتي كتهضري بديك الطريقه ماشي حشومه. قلت لهم لا والله ما ريتي شي حاجه، انا غير كنضحك. وليت دخلت رجعت لقيت راجلي هز رجلو مشى بحالو. ودي شنو درت صافي مشيت كنصوريلو التليفون ديالو طافي، ما كيجاوبش. انا كنت ما جاش مورايا خلاني تمايا. صافي بقيت مع الدار ديالنا، الغد اللي كنصوريلو هو يحل التليفون جاوب وانا كنقول صافي اليوم غيصبني معايير، اليوم يقول لي راه انت مطلقه صافي هذه الاخرى عندي معاه. وهذيك ساعات من كنقول له كي داير لاباس عليك مالك اش كاين ما راه ما قصدت والو راه هذا. هو يجاوب عليا عادي كيضحك بحال ما كاين حتى حاجه، جاوب عليا عادي. صافي قلت له ما تجيش مورانا كذا وكذا. قال لي انا ما جي جاد، انا دخلت للدار ما قال لي لا طابت لا تحرقت، ما قال لي حتى حاجه. قلت له اسمح لي على البارح انا ما قصدي والو، علاش مشيتي غضبتي؟ والله الا انا غير كنضحك، كنت عارف لي انا غير كنضحك وهذيك هي طريقه الضحك ديالي. قلت له والله الا انت عزيز عليا وكنبغيك وانت ما مقصرش معانا وخيرك ما ننساهش وصرفتي علينا وكبرتي وليداتك. هو والله الا الفلوس ديالي خلصه ديالي والله ما كيديها، شي خلصه ديالي والله ما كيطمع فيها. قلت له انا شوف انا ما ننساش العشره ديالك معايا، انا غير مجرد كنضحك وانا هكاك ضحكي باسل وما وزنتي الهضره، ولكن والله في الداخل ديالي ما قصدت انني نقول لك شي حاجه ولا نقصد عليك شي حاجه. ولكن صراحه الراجل ديالي كان من الداخل مجروح بزاف ما بينش، ولكن راه كان مجروح من الداخل بزاف. وش غنقول لكم، ما قال لي هو والو، ما جادني، ما قال لي حتى حاجه. هي دوز اخوتي واحد وانا كنلاحظ الراجل ديالي تبدل ولا واحد اخر. مره يقول لي واش خصكم شي حاجه، واش نجيب لكم شي حاجه دابا ساعه، ولا يقول واش خصكم تسافروا يلا نمشيو نسافروا ولا صافي الفلانيه. ولا السيد تاتا كيمشي يتسلف عيب الله، وكيدير الطريطات عليه وكيتسلف وكيجيب الحاجه يدخلها، كيجيب لي الكادوات، كيقول لي واش خصك شي حاجه يلا تسافروا يلا نمشيو للمطعم فلاني ناكلوا. كيمشي عند ولادو بنتي خصك شي حاجه، كيمشي عند ولادو كل تبارك الله على طريق الزواج، ولادو كبروا تبارك الله وخصكم هادي. وما بقاش يمشي معايا للدار ديالنا وكيشوف خوتي كيحشم اذا تلقاهم يسلم عليهم وراسو محدود. بقى دارنا مابقاش يمشي لا مره، مابقاش يمشي الا اللي كان شي عيد ولا شي حاجه ضروريه، كان ديما يمشي معايا للدار ديالنا ويديني الدار ديالنا. ومن تما صافي بقى كيحشم يواجه الدار ديالنا، وهذا الشيء كان كله غلط مني. دوز اخوتي راجلي 6 شهور هو يتوفى. داول الامانه امانته. كانت كتجي عندي بنتي قبل ما يموت الراجل الله يرحمه، كانت كتقول لي راه بابا ما بقاش هو هذاك، ما بقاش نورمال، هذا الشيء اللي كنلاحظوا عليه هذا الشيء هو هذاك، راه بابا ما بقاش هو هذاك. من تما اخوتي وانا مريضه، دات فيا السكر اخوتي ومرضت، ما خليتش شحال من مرضى مرضت، ولا كيطيح ليا الطونسيون، وليت حالتي حاله، وليت معقده. ودابا انا المشكل ديالي خوتي حاسه براسي انا السبب باش مات راجلي، حاسه براسي انا اللي عطيتو ديك الصدمه وعقدته وبقى ياكل في القلب ديالو. ودابا انا بديك الساعات وانا مريضه وحالتي حاله وحاسه براسي انا هي السبب في الموت ديالو. ما عارفاش اخوتي شنو عندير. قولوا لي اخوتي شنو الحل، واش انا حاسه ديما بالذنب، انا حياتي حاسه غير بالذنب. وهادشي هذه هي كانت قصتي اخوتي، ونتمنى اي وحده ترد بالها لسانه. هذا هو اللي سميتو قهر الرجال. الراجل عمرك ما تخلي يحضر راجل وتهضري معاه بديك الطريقه. من الناحيه ديالي انا شخصيا اللي كنعاود القصه، هادشي صراحه كيضر في الخاطر. قهر الرجال صعيب بزاف، وتحطي راجلك في واحد الموقف ضحكي انت وراجلك، كونوا نتوما مولفين على الضحك ديالكم مع بعضياتكم، هو يضحك معاه وانت تضحكي معاه في بيتكم، سادين عليكم بالكم ماشي تحت ولادكم، ما سق حد خباركم، كتضحكوا مع بعضياتكم، ولكن تمشي حدا الراجل وتحقريه
راه حشومه صراحه شي ما كيداش بزاف ديال الهضره كتلقيها المراه على الراجل وما كتردلاش البال. راه كاين الاشياء اللي كيتنطقوا، كاين الاشياء اللي لا، راه كاين الاشياء اللي ما كيتقبلهمش الراجل كذلك المراه ما كتقبلهمش. يعني لقد دابا تشجعي راجلك وتقول له هضره زوينه اللي تقدر تنبيه بزاف د الحاجات، تساعديه بزاف د الحاجات، يطمئن نفسيا. يولي الشخص غادي للقدام، يعني باباتيه كتأيديه وكتشجعيه وكتحمسيه، واخا يعني الانسان راه كيزيد يتشجع ماشي تحبطيه وتدمريه. يعني شنو نقول لك. تبغى يكون هذا الفيديو صراحه درس بزاف ديال النساء اللي كيهضروا ما كيحسبوش الهضره. راه الراجل ماشي هو المراه، الراجل راه تيبقى محسوبه عليها راجل، راه كرامه ديالو ما تسمحلوش، والحق راه خايبه بزاف. صراحه انا اثر عليا هذا الموضوع. ونتمنى تعجبكم القصه وما تاخذش عليا بالاشتراك، وواحد تعليق زوين، واحد جيم، وخليت لكم الراحه ان شاء الله. وسلام عليكم.